تفتيح وتعطير الاماكن الحساسه. اقول لكم تجربتي وتجربه واحده صاحبتي، فرحها كان من كام شهر، من 3-4 شهور. جابت الكريم ده من نورميلان علشان يفتحها، استخدمته بطريقه غلط، اتحرقت. وقتها قعدنا ندور لصحابنا المتجوزين اللي حوالينا، نسالهم على حاجه تفتح الاماكن الحساسه وتخلي ريحته حلوه، لان هي لما اتحرقت المكان بقى يطلع ريحه مش حلوه. فاحنا دلوقتي كنا بندور على حاجه تفتيح وتعطير الاماكن الحساسه. بعد ما اتحرقت، واحده من صحابنا قالت لها على زيت لتفتيح وتعطير الاماكن الحساسه. زيت مش كريم. لو انتي اتحرقتي من اي طريقه، سواء ليزر، سواء استخدمتي حاجات فيها كيميكالز فحرقتك فاغمقيتي عن لونك الطبيعي، الزيت ده هيرجع لونك. لكن لو انتي اصلا اوريدي المكان عندك غامق، انتي كده مكان عندك فيه تصبغات مثلا مش بتروح، فلا. انا بقولك على حاجه، لو انتي اتحرقتي، لو انتي الليزر غمقك، لو انتي في الزون دي، استخدميه. ده الزيت من براند اسمها بيت الزيت، اسمه لمسه، ريحته ياسمين. انت كانك قاعده وجنبك شجره ياسمين. زيت البرتقال اللي بيفتح الاماكن الحساسه. بصوا هو القوام بتاعه خفيف قوي 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 قوي، مع انه فيه زيت جوجوبا وفي زيت البرتقال وفي زيت الياسمين وفي انواع زيوت كتير جدا للتفتيح، الا انه في الاخر بيسيب اللمعه دي في يعني انت تخيلي ان الاندر ارم بتاعك في اللمعه دي، مش هتحتاجي حاجه تانية. دي استخدمته وفتحها ورجعها لونها تاني، وكان عندها بقعه كده غامقه لونها بني في الاندر ارم عندها، راحت. فانا جبته واستخدمته لانه كلنا الليزر بيغمقنا، بيوحد لون الجلد، بيخليه كله لون واحد. انا لو ينفع انزل لكم صور والله كنت نزلتها لكم. بيرجع اللون، بيخلي اللون واحد، بيخلي ريحه المنطقه تحفه. فانت لو انت متجوزه او هتتجوزي لازم تجيبي الزيت ده شكله اسمه زيت لمسه، ريحته ياسمين. استخدمه كل يوم بالليل قبل ما بنام، بنضف المكان واحط الزيت ده واسيبه وانام. هل بيتمسح؟ لا، ما كنتش بغسله وما كنتش بمسحه، عادي بسيبه كل يوم مره واحده بس بالليل. هتلاقي نتيجه في خلال 1.5 شهر. فلو انت عروسه فرحك قرب، هاتيه، هيخلي المنطقه ريحتها حلوه حتى لو انت ما بتستخدميهوش. يعني انت مش هتلاقي ريحه حلوه بس وانت بتستخدميه، لا، لما توقفيه كمان هتلاقي ريحه المكان بقى حلو، اللون متوحد وتحفه. يغنيكي عن كل كريمات التفتيح الغير امنه زي نورميلان، اللي هو غير امن انك تستخدميه ابدا ابدا في البيت، علشان صاحبتنا اتحرقت بسببه ولونها مرجعش غير بسبب الزيت.